وبيقول لك لا يجوز العبادة فوق العبادة. أنا شخصيا سألت الشيخ قلت له يا شيخ أنا لو دخلت جوا بنقرأ قرآن ممكن نذكر استغفار نعمل، قال لي لا يجوز العبادة فوق العبادة، بس العبادة اللي سلمناك له ده بس تذكر. ما تصلي أوقات الخمس جو؟ لا الروح بيصلي، الإمام يعزم في المسجد والروح يمشي بيصلي. روح ذات الروح يمشي بيصلي، محل ما خلاص الناس أقاموا الصلاة الروح يمشي بيصلي. كده أنا بتمشي. فعندنا يا جماعة أول مرحلة التربية لابد إنه كل شيء موجود في الكون هو الله سبحانه وتعالى. كل شيء موجود في الكون هو الله. فيقول لك ده شنو؟ ده الله، ده شنو؟ ده الله، ده شنو؟ ده الله، ده شنو؟ ده الله. أنت منو؟ الله، أنا منو؟ الله. بعد ذلك نجحت أنت نجحت في الامتحان. ده الوصول. ده الوصول. طيب يا أخوانا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كنا في الحلقة الأولى استضفنا شيخنا أحمد آدم حامد محمد، هو شيخ الطريقة التجانية وكان شيخا عارفا بالله ومربيا ومقدما في الطريقة. بين لنا يعني مسائل كثيرة جدا على حسب ما جاء في كتبهم. يداهمنا الوقت إن شاء الله. الآن نلتقي مع شيخ آخر هو الشيخ يحيى، فيعرف نفسه أولا بالاسم الكامل ومكان ولادته وكيف دخل في الطريقة. بعد ذلك نخش في التربية الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الاسم يحيى عيسى علي عادم، من مواليد الجنينة 1986. أولا أخذت الطريقة التجانية من سيدي محمد عبد الجليل، ثم تربيت عند الشيخ إسحاق مالك دوتم الشريف الحسين رحمه الله. فبعد ذلك أخذت الطريقة وسلكت التربية 16 سنة. الشيخ أنت ما شاء الله الشيخ يحيى. نعم. مولود في الجنينة. نعم. 86. نعم. عندكم في كتبكم خاصة في كتاب ياقوت الفرير ومن بلغ التكليف يشفع ألفا. أنت بلغت من الناس اللي بلغوا في الطريق، دخلوا الصغير لغاية ما بقيت راجل في الطريق. نعم. صح؟ نعم. وكلام الموجود في كتابكم ده بين لنا بقول شنو أنت من الناس اللي رتبتك شنو لغاية ما بلغت في الطريق، بين لنا. كويس. أول يا جماعة عندنا في الطريقة مراتب كبيرة، وأول مرتبة في الطريقة عندنا السرية. بعد السر بتصل مرحلة بقول لها سر السر. بعد مرحلة سر السر بتخش في الخاص. بعد الخاص بتصل خاص الخاص، وبعد خاص الخاص بتصل اللب، بعد ذلك تصل اللب وتصل وتمشي. فعندنا يا جماعة اللب دي مرحلة كبيرة وهي يعني مراتب التربية، والتربية ذات لها أقسام، في تربية حسية ومعنوية وروحية وجسدية وكده. فأنا بتكلم في مجال، أنا كنت حسي من الناس الحسيين، وتربيت عند الشيخ إسحاق مالك دوتم. الآن مسجد في زريبة هي الوحدة، توفي عام 2006. فبالنسبة لإدراك التكليف اللي هو وصول البلوغ في التربية. أنت من الناس اللي بلغوا في الطريق. وأنا من الناس اللي كان بلغت في الطريقة، والشيخ قال ومن أدرك التكليف منهم يشفع لدى ألف من رجال ونسوة، ومن سبنا ولم يتب مات كافرا، فويل لمن قد سب جنبي وإثرتي. طيب ما نعرف شنو الشيخ كلامه. فمعنى الكلام ده من أدرك التكليف الزول اللي دخلوه هو صغير السن في التربية لحد ما بلغ جوا التربية، يشفع يوم القيامة 1000 فمليار، يدخل نصف مليار من النساء ونصف كمان شنو مليار الثاني كمان نصف مليار من الرجال. يشفع يوم القيامة لأقربائه 1000 من رجال ونسوة. يعني الناس اللي يدخلوا الجنة بدون الحساب ولا عقاب. فهو ذاته قال في قدام شوية بس في كتاب ياقوت الفريضة، الشيخ قال وليس لأحد من أولياء الله كلهم يسكن صحبه أعالي جنتي بدون الحساب والعقاب سوى أنا ولو عملوا في الذنب كل الجريمة. فمعنى الإنسان لو خش التربية ويتربى في التربية ويترقى ولو ما اتصفى
بصل مرحلة من المراحل يشفع يوم القيامة ألف من رجال ونسوة. فالناس اللي يشفعوا لهم ديل لو عملوا في الذنب كل الجرائم يشفع يدخل الجنة بدون الحساب ولا عقاب. نعم. شيخنا يعود الفريدة بالطريقة التجارية صفحة 4 صفحة 4 مؤلف الكتاب العالم العلامة الفهام وحيد العصري وفريد الدهري سيدي محمد من سيدي عبد الواحد محمد النظيفي. طيب هذا الشيخ كلامه ده من وين جابه؟ لأنه هنا بقول وما أحد من أولياء الله كلهم يسكن صحبه أعالي الجنة بدون الحساب والعقاب سوى أنا ولو عمل في الذنب كل جريمة. يعني أنت لو بقيت تجاني أو دخلت في عوراتكم الخاصة كما تدعون، لو شربت المريسة وقتلت الإنسان وزنيت وفعلت ولو عملوا في الذنب كل جريمة. الشيخ يحمل عنك. الشيخ بيحمل عنك. الشيخ يحمل عنك. الشيخ يحمل عنك. ما دام أنت متصل به الشيخ يحمل عنك يوم القيامة. كيف يعني يتحمل؟ الشيخ يتحمل. الشيخ يسوق تلاميذه الناس اللي اتربوا في التربية دي بيسوقهم قدامه زي البقر يسوق الراعي يسوق البقر وماشي بين، ما بخلي ولا صغير ولا كبير، كل الناس اللي بيسوقهم بدخلهم الجنة بعد ذلك وبدخل، ما بخلي تلاميذ ورا، تلميذ واحد ما بخليه. طيب لكن كلام كنا مناقض للقرآن، ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كل إنسان يحاسب يرى عمله، وكيف الشيخ يتحمل ذنوبه ويسوقكم يعني ممكن كلام الشيخ هناك المزية والأفضلية، والمزية قالوا لا تفوق الأفضلية، وده مثل نضرب لك مثل. عادينا مثل. الآن يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وزول يا جماعة لو مشى انتهى من المناسك إجراءات الحج كله انتهى، لكن ما وقف في عرفة حج صح؟ ما صح. ولو مشيت في الحجر الأسود وقفت والناس وقفوا في عرفة حجك صح؟ ما صحيح. ما صحيح. يبقى الحجر ده المزية بس والأفضلية للبيت. فهنا أيضا المزية في كلامك الحسي قبل شوية قلته، والأفضلية في كلام الشيخ رضي الله عنه. كيف عرف هو أفضل وهو حتى يضمن لمريديه يسوقهم في الجنة بسكن يعني جميع مريديه في الجنة بغير حساب ولا عقاب؟ وما الدليل على ذلك؟ يعني يوم القيامة قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أي إنسان يتحمل جريمته، جريمة الآخر لا يتحمل. فأنت قلت ده وزر، لكن أنا ما كلام ده إنشائي وكلام ده الشيخ ما يثبت من الكتاب والسنة شيء. هو الحقيقة الكلام اللي أنا بنقوله لك ده ما وجد في القرآن ولا في الأصحاح. الكلام ده في الكتاب الصامت، والكتاب الصامت ده لا يعرفه إلا من دخله، ولا يعرف طعامه إلا من ذاقه. لكن كونه ساكت كده بس لا ما ممكن تعرفه إلا تخش جوا. كتاب اسمه صامت. نعم. ما بيتكلم. ما بيتكلم. ده خاص للأولياء. خاص للأولياء، أنزل للشيخ محمد البكري. أنزل. نعم. طيب كلام عجيب. طيب يا شيخ. نعم. عاوزين تبين لنا الشيخ أحمد آدم تحدث في الطريقة التجانية وأوراد الطريقة التجانية وصلاة الفاتحة لما أغلق وجوهرة الكمال وأفضليتها كيف الناس يعني يحضروا في مرة الصابي. نعم. خلاص. نحن فقط ما الفرق بين التربية والتجانية؟ لأن قبل ذلك شيخ أحمد يوم من الأيام ذكر لنا قال إذا أراد الإنسان يريد الدخول في التربية نعم يقول له الشيخ هذا سر من أسرار الحضرة لا يفشى. نعم. ثم يكتب له ما يذكره من الأذكار الخاصة. نعم. والكيفية ويأمره بدخول الخلوة. نعم. طيب. ثم يحذره من تلاوة القرآن ودروس العلم. نعم. فإن تلاوة القرآن ودروس العلم يعوق المريد إلى وصول إلى حضرة الله. نعم. يعني إنسان ما يقرأ القرآن ولا يدرس العلم الشرعي ويصل بذكر الله. كويس. أنا عاوز أعرف تبين لنا فرق بين التجانية
وبين التربيه كلام اللي قاله الشيخ احمد ده صحيح، يعني يحذر الشيخ من تلاوه القران ودروس العلم. نعم. وهذا هو علم الباطن، وكمان ثم لا تكشف اسرار هذه الطريقه الا لمن دخل في الطريقه. الله اكبر. تبين لنا فقط طريقه شنو يوم الخلوه تخش تسوي شنو، بعد تمشي مراحل الطريقه التربيه ذاته. شنو الفرق بين التربيه والتجاريه؟ بعد ذلك امشي لنا قدام ان شاء الله. بسم الله. الفرق بين التربية والطريقة التجارية هي زيادة الأذكار فقط. كويس. زيادة الأذكار فقط. يعني التجارية عندك ما في داعي نذكرها لأنه ذكر أخوي قبل شوية، بس نواصل في التربية. التربية نفسها هي أول ما خلاص تجي تخش التربية بيكون في شروط. وأنت ما تجي تنقض العهد. وربنا سبحانه وتعالى قال الآية: ولا تنقض الإيمان بعد التوكيد. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فما تنقض سر الشيخ وما تكشف السر ده، ما توري امك ولا ابوك ولا خالتك ولا زول من اقربائك، بس الا الذي دخل معك وشيخ اللي هو عالم بحاله، ما في ثاني زول اخر تكلم السر ده. كويس. كيفيه الدخول؟ كويس. فكيفيه الدخول انت بسم الله تخش الخلوه، بتصلي ركعتين قبل الدخول. اول ما خلاص دخلت بيمنعك من العباده، وبيقول لك لا يجوز العبادة فوق العبادة. أنا شخصيا سألت الشيخ قلت له: يا شيخ أنا لو دخلت جوا بنقرأ قرآن ممكن نذكر استغفار نعمل، قال لي لا يجوز العبادة فوق العبادة، بس العبادة اللي سلمناك له ده بس تذكر. ما تصلي أوقات الخمس جوا؟ لا أروح بيصلي، الإمام يعزم في المسجد وأروح أمشي بيصلي. أروح أمشي بيصلي محل ما خلاص الناس أقاموا الصلاة أروح أمشي بيصلي. قال أنت مشي. فعندنا يا جماعة أول مرحلة التربية مرحلة خطيرة. فالإنسان بيصلي ركعتين قبل الدخول، بعد ما خلاص خش تاني ما بيكون في شنو؟ في صلاة داخل التربية، بس تواصل في أذكارك مباشر. فهناك في 12 شرط أو 11 موجود في كتاب سالم البتار في السب على من في الرد على من سب النبي المختار. فالكلام اللي يعني بنقوله ده موجود في سالم البتار. تتصل بشروط الشروط دي يعني لازم تكون تمسك شرط واحد من الشروط دي، بعد ذلك تصل. فأخف ما فيهم اللي هو تسجيد من دون الله. تسجيد من دون الله. من الشروط ال 12. أيوة نعم. فبعد ذلك صلاة الفجر. هو الشيخ الوحيد المصري ألف سالم البطار التصدي لسهرة الأشرار، ذكر في صفحة 14 قال الوسائل التي يتوصل إليها الساحر مع الشيطان. نعم. ثم يتم هناك اتفاقية بين الساحر والشيطان، وهناك في اتفاقية ب 11 شرط. الشرط قال ومنهم من يكتب آيات من القرآن الكريم ويمشي على قدميه عافيا إهانة للقرآن ويتفق معه الشيطان، ومنهم من يخاطب الكواكب ويسجد لها من دون الله. نعم. ده أخف شرط حقا. ومنهم من يسبح للشيطان فلا يذكر اسم الله عند الذبح ويرمي الذبيحة في مكان يهدد له الشيطان. نعم. يعني هذه شعور يعني داخل الخلوة، أنت تكون قاعد الشيطان يجي تتفق معه ولا إيه؟ نعم. أنت لما تصل مرحلة من المراحل في الذكر بيجوك رجال الحضرة. في ناس بيقول لهم رجال الحضرة ديل بيجوا بيحضروا معك في الذكر، فبمنعوك من بعض الأشياء، بمنعوك ألا تلتفت ولا تتحرك ولا تزيد من الأذكار اللي سلمك الشيخ وكده. أنت تحاول تكون بيجوا بيحضروا. أول ما يحضروا في بخور بيقول له الشمع الإسكندراني. لما خلاص هم حضروا رجال الحضرة بتشيل البخور ده ترميه في المقبرة، بيقوم بيدخن. أول ما دخن خلاص هم بيحضروا. ده بيقول لهم رجال الحضرة. فرجال الحضرة دي لما يجوا هم بحث الاتفاقية بينك وبينهم هم، بحث الاتفاقية. فإذا اتفقت معهم بكون تنجح، تكون من الطلبة الناجحين. وإذا كمان ما اتفقت معهم كم من الناس اللي تفشل، الناس اللي بيشيلوا من الحضرة. يعني واحد يقول لك فلان معنوس، فلان شارته الحضرة، يعني تلقاه يقول لك أكياس ماشي، لكن هو ده يعني حقا هو وصل في غاية النعم، في مرحلة عميقة، لكن الظاهر ما بيعرفوه. نعم. طيب أنت شخصيا دخلت في الخلوة وأخذت 40 يوم. نعم. وقلت في بداية كلامك في دخولك أول لا تسمي. نعم. إنما تتمسك بالأوراد الشيخ ألزمك. نعم. طيب تمام. من أسرار إن ما تكشف، أنا ما نسألك من أسرارك الشيخ الدكتور. تأكل شنو
جوا وما تمر من الصلوات الخمسه ولا التعزيه ولا تكلم اي انسان ولا لمده 40 يوم ده. نعم. وبعد ذلك كيفيه الوصول هؤلاء الناس تتفق مع بيجوا الكيفيه وانت قاعد تسوي شنو داخل ممكن تقول. اول حاجه يا جماعه في مرأة بقول لها مريم جم، وفي واحده بقول لها بطه، وفي واحده بقول لها لولا، وفي واحد اسمه شمحروش، وفي تاني اسمه حيلوش، وفي واحد اسمه حافلتوش، والتاني اسمه برغان. حتى في بعض العدية أجيب يا تمر يا سلطان الجنوب بحق الإنس ويا شمحروش ويا برغان عمرتكم أنا بخداحة الفلانين فانتسامية طوالي في كل وقت صلى الله عليه وسلم. كده أتكلم الكلام ده تاني؟ طيب. بنات ده اسمه شنو؟ واحدة اسمها لولا. لولا؟ أيوة نعم. جنية ولا إنسية؟ لا دي جنية. أيوة. فدي لولا، والثاني اسمها بطة. بطة دي مصرية. بطة دي مصرية. ففي واحد بيقول له حيلوش، حفلتوش، برغان، اللي رئيسهم اللي هو شمحروش. فدول البيجوا بحث الاتفاقية يعني في الخلوة. بعدين صلاة الفاتح دي مفتاح للتربية. صلاة الفاتح لما أغلق. عندما سئل الشيخ عن كيفيتها قال لهم إن صلاة الفاتح لما أغلق أمر إلهي لا مدخل فيه إلى العقول. لو على التقدير قدرت 100,000 أمة، وفي كل أمة 100,000 قبيلة، وفي كل قبيلة 100,000 رجل، وكل واحد منهم عاش 100,000 سنة، وجمعت عبادات هذه الأمم كلها لم تعدل صواب مرة واحدة من صلاة الفاتح لما أغلق. فدي مفتاح بالنسبة للتربية. أول ما خش أنت تذكر الفاتح، بعد ذلك بتواصل في الأذكار. نعم. طيب. في أذكار، قال أذكار صلاة الفاتح لما أغلق 500، وفي التربية في أذكار هو الأول والآخر والظاهر والباطن 500، وبعدين في أذكار تسمى معولية اللهم بك التجائي، وبعد يعني بك ملاذي. نعم. وبإقراري بسريان غيوميتك في كل شيء تقع وجل. يعني ده أسرار التربية. دي أسرار التربية، دي مفاتيح للتربية. فدي مفاتيح بالنسبة للتربية، لابد إنك تذكر المفاتيح دي، بعد ذلك بتواصل في الأذكار. داخل الخلوة تأخذ 40 يوم؟ 40 يوم اللي هو 41 يوم. الواحد ده يوم التخريب. الليل الصافي بيكون 40 يوم. تاكل شنو جوا؟ تاكل لحم، تاكل اي شيء ولا تشتري شنو جوا؟ لا تاكل ما فيه روح وما خرج من الروح كالبيض واللحم واللبن وما اشبه ذلك، كلها انت بكون ممنوع منها. بتواصل تاكل لك بس تمريات كده وبس مويه بسيط برضه بازمنه، ما تشرب ساكن. بازمنه. هيكون لك فنجان تشرب مويه وثلاثه بالحياه كده وتكون مواصل انت. يعني ما تاكل اصل بيهلفك روح الاله بيهلفك كما حل في عيسى بن مريم. يهل في الولي روح الله كما حل في عيسى بن مريم، وبعد ذلك يبقى هذا الانسان يكون عنده لاهوتيه وناسوتيه. والدرجات دي 4. كويس. قبل ما نجي الدرجات تبين لنا ان شاء الله الدرجات. كيفية الوصول البنات ديل بيجوا صوره بنات، بيجوا حيوان كانسان، بيجوا بيتكلموا معاكم مباشره ترونه، ولا بيتكلموا تصموا صوت، ولا تتكلموا كيف لغايه ما يتم الاتفاقيه بينكم؟ طيب هو اصلا الانسان لما خلاص هو يكون يعني التزم بالشروط وبقى في بينه واضحه وخلاص التزم وحلف. ما في مرحله بتاعت الحليف، الزول لو ما حلفوهم بيكفروا. بعد ما خلاص حلفوه وحليفتهم ما بالقران اصلا، ولا والله ولا تالله ولا بالله ولا كده، لكن نرجع الحلف فيما بعد. فاول ما خلاص حلفت لا تكشف سر الشيخ، انت بتكون خاشي جوا الخلوه. بعد ما خلاص ذكرت وتميت العدد، هم بيجوك رجال، اذا جوك رجال بيجوك 6 أو 7. اذا جو معاهم نسوان كمان بيجوا اكثر، خالي بيجوا 3 نسوان. فاول ما خلاص جو حضروا بيجوا هو صوره بشريه عاديه، لكن بس عيونهم ده ما بتشاف. تشوف الصوره دي من فوق لكن زي المدبله كده، الاقدام دي ما بتشوفها. تشوف كده والزول كامل كده الحقيقه، والزول ما شاء الله يعني ما فيهم حاجه كده مخيفه كله. وبعد ذاك بيتشكلوا بوجود بصور حميده وكده، لكن بعد ما خلاص الزول يفشل يعني بيجوا. واحيانا في امتحانات جوا الخلوه للشخص الاول اللي هو يوم مثلا عليه دخل التربيه او بكره، يعني بيكون في الايام البدايات دي بيكون في امتحانات كعبه، الزول لازم يسقط. فمن ضمن الامتحانات واحد كده من الامتحانات دي مرات ممكن يقلبوا لك الغرفه دي بالحشرات المخيفه،
انت ممكن تشوف الغرفه دي كلها تلقى لك ثعابين او يبقى لك فار او يبقى لك حاجه كده انت بتخاف منه، فيحاولوا يجي يلعبوا بيك يركبوا فيك ويعملوا كده، هم كميه كبيره. فالزول اذا ما صبر برضه مشكله بشل في الامتحان. او مرات بيقلبوا لك الزول لو بقى مثلا ما بخاف من الحشرات دي بيقلبوا له الغرفه اللي هو فيه سغانه بس، سغانه لحد تفتر من العرق من جبين، سغانه شديد. او يقلبوا لك برد، ده برضه من الامتحانات، فلا بد الواحد يصبر لحد ما يصل. يا سلام. نعم. طيب جميل جدا. بعد ما كملت الأذكار وخلاص داير تتخرج يوم 41 كيف يتم مع شيخك لغايه ما تصل الحته دي ممكن تبين لنا؟ كويس. يوم التخريج ده اللي هو خلاص يعني الشيخ ذاته طبعا عنده حق التصور. ربنا قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالشيخ يتصور بصور مختلفة، يجيك في الغرفة الشيخ ذاته يجي، الشيخ ما عنده حق التصور، يجيك في حالة فلا بد أنت تصبر. بعد ما خلاص صبرت بكون بحصل شنو اتفاقية بينك وبين الشيخ، وكيفية الاتفاقية بيسألوك أسئلة. الشيخ بيجي بيسألك أول حاجة يسألك القرمة اللي أنت جيت دخلت بها. جماعة القرمة دي جبال كان المفروض نذكرها. القرمة دي يا دوب الحاجة الوثيقة بتكتبها أنت خش الخلوة دي بقول لها القرمة دي الوثيقة. فبيجي برفع القرمة دي فوق وبنزلها، لك أتعرفوا هذا كده، تعرفوا هذا يرفع عليك القرمة. فإذا أنت عرفت قلت لا يعمل لك كده. أيوة نعم، يقول لك دي القرمة. فإذا قلت نعم دي قرمة عادية وكده فأنت فشلت في الامتحان، يعني ما بيعاقبوك لكن تاني تعود الخلوة مرة تانية. فلا بد إنه كل شيء موجود في الكون هو الله سبحانه وتعالى، كل شيء موجود في الكون هو الله. فيقول لك ده شنو؟ ده الله، ده شنو؟ ده الله، ده شنو؟ ده الله، ده شنو؟ ده الله. أنت منو؟ الله، أنا منو؟ الله. بعد ذلك نجحت، أنت نجحت في الامتحان. ده الوصول. ده الوصول. بعد ذلك بكون في اتفاقية ثانية تجديد، أنت بكون خاشي للترقية وللتصفية، أنت ماشي لسه في المراحل لسه. فدي بالنسبة للتربية خاصة مختصر كده. إذا أنت ماشي قدام تترقى وتتصفى وماشي كان بكون المواضيع أكثر من ده. كويس شد. لا كلام جميل جدا ذكرت له، يعني روح الله يهد في الإنسان كما احنا في والإنسان يعتقد كل شيء في الكون هو الله. هو الله. نعم. يعني لا موجودان في عالم نعم واحد. موجودان، لا يكون موجودان في الكون، الموجود هو بس. الموجود هو الله. الموجود هو الله بس. زدنا علم زي مراحل التربية وحضارات التربية. طيب الحضارات أربعة. في حضارة بقول لها حضارة ناسوتية، دي درجة إنسانية. أول إنسان يتجرد من الناسوت ويخش اللاهوت، من اللاهوت يخش الجبروت والحاهوت وأنت ماشي قدام. يعني مراحل كبيرة. ناسوت ده مشتق من إنسان أي ناسوت. يعني أنت ذاتك قبل ما تخش بقلبك كنت إنسان. كنت إنسان نعم. لكن مرحلة اللاهوتي. بارك الله فيك. فأنت بكون خلاص تتجرد من الإنسانية، بكون شنو بتحل فيك روح الإله بالشروط المذكورة اللي قبل، قال لك لا تأكل ما فيه روح ما خرج من الروح، لو التزمت بيحل فيك كما حل فيه عيسى ابن مريم. يا سلام يا شيخ. طيب قال هنا حضارات أربعة دي. أيوة. أذكر لنا زي 2 أو 3. حضرة الناسوت والجبروت واللاهوت والحاهوت، 4 حضارات، ودي كلها موجود في سورة الإخلاص بس. اللي هو الله. قل هو الله أحد، حضرة أحدية. يعني 4 دي. نعم. شنو كده؟ الله الصمد كان حضرة محمدية، لم يلد ولم يولد دي حضرة أحمدية، ولم يكن له كفوا كفوا أحد دي حضرة إبراهيمية. 4 يعني؟ حضرات دي 4. طيب بين لنا يعني أول كان كيف إنسان ده قل هو الله أحد. نعم. ده حضرة أحدية. نعم. الله الصمد حضرة نعم. محمدية. نعم. الله في عهديته كان واحدا منفردا. أيوه. واحد منفرد في عهديته. عندما أراد أن تجلى في محمد، ومحمد هو من نور الله. محمد من نور الله. كان مبتدأ هو إله. هو إله. الله هو واحد في ذاته وصفاته وأسمائه في ذلك الوقت، ثم تجلى من عهديته إلى شنو؟ إلى تجلى إلى محمد. من الله تجلى إلى محمد، فصار محمد. حتى أبو بكر قال من كان يعبد محمدا. نعم. فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد فإن الله يحيي ويميت. نعم. الخطبة دي فيها تعليل شوية. فبالنسبة للكلام الجبال ده بيكون في يعني أصلي لو جيت بس أقرب مثل
تشيل المويه دي ما موجوده في كوره او في كوز في محل واحد، ده مويه محفوظ في مكان واحد. لكن لما تشيله كده وترشعه فوق وينزل ما برجع بدي بكف في الاناء ده بشتت. فده بكون ده التجلي ذاته، كل خطره وقعت في الارض اللي هو جزء لا يتجزا من هذا الماء. يعني الانسان ذاته كده. الانسان ذاته كده. انا اعتقد محمد ذات من محمد انبثق من نور الله. بس الاصل هو واحد. الاصلي واحد. نعم. الاصلي واحد. طيب محمد لما انتهى تجلى وين؟ تجلى في احمد، وموجود في القران ياتي من بعد اسمه احمد. تجلى في احمد. يعني النبي محمد تجلى على عيسى عليه السلام. نعم. يعني نبينا عيسى عليه الصلاه والسلام قال يا بني اسرائيل اني رسول اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه. نعم والانجيل. لا بعدين انت قال اخر حاجه مصدقا لما بين يدي من التوراه والانجيل. نعم. اخر حاجه قال ياتي من بعد اسمه احمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سير مبين. ده عيسى اخبر، عيسى عليه السلام اخبر انه في نبي محمد جاي بعد عيسى. كيف يكون يعني محمد بعد محمد سياتي احمد تجاني؟ الآية موقع وين؟ تفسيرك في الظاهر فقط، هذا تفسير في الظاهر، اما في الباطن يختلف تماما. هذا في الظاهر. جاء والشيخ احمد تجاني ذاك اللي بيتكلم قال ادخر لي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الورد، موجود الكلام ده في كتاب جواهر المعاني. نعم. قال ادخر لي هذا الورد الرسول صلى الله عليه وسلم ادخروا له، ولا عد ابو بكر ولا عثمان ولا علي ولا غيره. والسبب شنو؟ عندما سئل قال يعني عدم من يظهره على يديه. في جوهر المعاني قال ان هذا الورد ادخره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه لاحد من اصحابه، الى ان قال لعلمه صلى الله عليه وسلم بتاخير وقته. نعم. وعدم وجود ما يسره الله عليه، يعني ما اتى لابو بكر ولا عمر ولا علي وعثمان ولا خلفاء الاربعه ولا اي صحابي. نعم. قال ادخر لعم التجاني. فكلام كده ما وعد لنا. كلام ما واضح. أبو بكر لا يستطيع أن يتحمل هذا النور، نور الطريقة، وعمر لا يستطيع أن يتحمل إلى أن وصلنا إلى علي، فكلهم لا يتحمل هذا الورد لأنه ثقيل وفضله كبير. يعني الرجال يتحمل. نعم الرجال يتحمل. حتى في الباطن يعني أوسع من يعني وصفوه أوسع خلقه، زول خلقه واسع زي أحمد تجاني ما فيش أصلا في الكون. لا في الكون ما في. يا نبي محمد ربنا قال انك لعلى خلق عظيم. نعم. وهذا خلق القران. شيخنا احمد تجاني رضي الله خلقه واسع. حتى من رسول الله. خلقه واسع. فهنالك ظاهر وباطن. فاذا انت فهمت الظاهر فالباطن له معاني كثيره. طيب انتم كاهل التربيه. نعم. افضليه احمد تجاني وافضليه الصحابه ايهما عندكم احسن؟ يعني عندما سئل في الاذكار قال لهم يعني الشيخ عندما سئل ان الذين دخلوا التربية وبعضهم دخلوا التجانية وتركوا لحد ما وصلوا التربية، والناس اللي ما دخلوا العادة ساكت دي، يعني فضلهم شنو؟ وفضل الصحابة شنو؟ وفضل الناس اللي كانوا في الطريقة دي فضلهم شنو؟ عندما سئل قال يعني أعمالنا جمعا مع أعمال بعضها كطير القطاط مع دبيب نميلة. يعني أعمالنا أعمال أهل التربية سائر كلهم، واعمالهم دتوا من هنا مشيلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل الناس كلهم ينتمون للظاهر. اعمالهم ظاهر. اعمالهم كطير الخطا مع دبيب ونميلة. وسئل الشيخ عجاب انه طير الخطا دي شنو؟ قالوا طيره يعني ساكنه في السماء، وقال يوم ما نزلت في الارض، والطبيب ذاته شفتها بس من الجو، والبيضه نازله لحد ما تجي في مسافه معينه بتفقي وتطير ترجع لاحلى فوق، انا بتجي هنا. ده اسمها ارض منه؟ لا نعم، أرض سمسمة، اسمها الأرض سمسمة. وين أرض؟ أرض سمسمة دي واسعة جدا. قال لو وضع الأرش فيها وما في جوفها كانت حلقة ملتقى في فلات، بس موجود في جواهر المعاني. أنا عندنا في الشريعة دي خرافات وخزعبلات، رد الشيء موجود في الحقيقة. على الطرق البيضاء كان اجتماعنا. قال الشيخ عنه وأرضاه وأنا به آمين: على الضرة البيضاء كان اجتماعنا، وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، وشاهدت إسرافيل واللوح والرضا، وشاهدت أنوار الجلال بنظرتي، وشاهدت ما فوق السماوات كلها كذا العرش والكرسي في طي قبضتي، وكل بلاد الله ملكي حقيقة وأقطابها من تحت حكمي وطاعتي. ثم قال: أنا قطب الأقطاب الوجود حقيقة على سائر الأقطاب قولي وحرمتي. توصل بنا في كل حول وشدة، أقيسك في الأشياء دهرا بهمتي. أنا لي مريدي حافظ ما يخافه، وأحرسه من كل شر وفتنة. مريدي لا تحزن لأمر تخافه، فقل لي تجاني نأتيك بالصباح.
يعني لو ده كارثه تنادي على التجاري. نعم تناديتهم بجي. الشيخ أحمد تجاني إبراهيم بالعباد. بسرعة كده بجي. إبراهيم ما بخليه. يعني ما يعني عندك في كتاب ثاني آخر الإفاضة الأحمدية موجود. الإفاضة الأحمدية قال التلاميذ اللي كانوا في الأردن. التلاميذ كانوا في الأردن وهو الشيخ موجود في سنغال. فمن هناك الشيخ عنده حلقة أدعية صدرية وجلسوا مع الطلبة قاعدين في الأدعية والطلبة دي في الأردن والسفينة خلقة. فواحد فيهم يعني الزول ده سبحان الله ما كان خشية تربيتي يعني عادة ساكت بس. فرفع يدينه فوق وقال يا شيخ أحمد تجاني نحن تلاميذك أدركنا. فطوالي بس قال فإذا هم يرون رجلا يعني عنده عصاية كده عنده سبحة طويلة وده رفع السفينة فوق كده بس من المويه وطلعها برا خدتها برا بس طوالي مشى. كان يشيلوها روحانية هذه روحانية. اسمها قال لا شميشة. لا شميشة. روحاني. روحانية هذا لا شميشة. كانت إذا في حالة بتاعت النصارى واليهود ضربوا بالرصاص وقلعوا دايرين يكسروا المحل. يكسروا المحل أبدا. سبحان الله. زول لو جا مجنون وكذا بيتعالج طوالي. شميشة خاصة عنده أيام محددة. زول إذا جا دخل حيطير خلاص يعني. هو الجن يمشي يخليه. الجن يمشي يخليه. سبحان الله. روحاني. سبحان الله. روحاني. Magari هسه حاولوا ضبط الشامي. اسمع